فوائد الفوائد ومكاسب المكاسب والفايدة الفايدة، وازاي ان احنا نعظم المكسب بتاعنا بأقصى درجة. ازاي ان انا الفلوس بتاعتي اكسب منها لأقصى درجة. النهاردة ناس كتيرة جدا عاملة شهادات في البنك. الشهادات اللي في البنك في ناس بتخسر وهي مش فاهمة ازاي تكسب منها. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لكم يعني ايه. في ناس حاطة شهادات بمبالغ كبيرة. المبالغ الكبيرة اللي هي حطاها بتطلع لها فايدة شهرية عالية، ممكن توصل ل100,000 جنيه في الشهر، وممكن توصل ل50,000 جنيه في الشهر، وممكن توصل ل20,000 جنيه، كل واحد على قد ما ربنا مديله. انت كده بتخسر لو ما عملتش اللي انا هقولك عليه. لازم تعمل اللي انا هقولك عليه عشان تكسب من فايدة الفايدة وفوائد الفوائد. اللي بيحصل يا جماعة ان النهاردة انت الفايدة اللي بتجيلك الشهرية دي، في ناس معتمدة في العيش ان هم يعيشوا على الفايدة اللي جاية بس، وفي ناس معتمدة على جزء منها. يعني انا مثلا بيجيلي فايدة 5000 جنيه في الشهر، باخدهم كلهم اصرفهم في البيت. طيب انا بيجيلي 50,000 جنيه، مش هصرفهم كلهم. طب بعمل ايه؟ انا بصرف 5، بيتبقى لي كام؟ بيتبقى لي 45. ال45,000 اللي اتبقوا لي دول انا بسيبهم موجودين في حسابي الجاري الشخصي، ما باجيش ناحيتهم. طب انا كده خسران ولا كسبان؟ لا، انت كده بتخسر. انت كده بتخسر. امال هكسب ازاي؟ انت نزلت لك المبلغ بتاعك اللي هو 50، احنا بنقول كمثال، سحبت الجزء اللي انت محتاجه. وفي ناس على فكرة ما بتسحبش الفوائد اصلا، يعني هي حاطة الفلوس في البنك، الفايدة بتنزل في حسابها، ما بيجيش ناحيتها، يسيبها لغاية اخر السنة، ويجي في اخر السنة يشوف انا عملت فايدة كام، 10 20 30 40 50 60 ايا كان المبلغ، ياخدهم يعمل بيهم حاجة على بعضهم. انت برضو كده بتخسر. الحل السليم ايه بقى؟ الفايدة اللي بتنزل لك الشهرية اللي انت مش محتاجها واللي انت ما بتعملش بيها حاجة، حضرتك هتاخدها تشتغل بيها في حاجة اسمها صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار دي بتدي لك فايدة يومية. الفايدة اليومية يعني ايه صناديق الاستثمار؟ حضرتك ده نوع من انواع المضاربة، لكن اللي بيعملها لك خدمة العملاء في البنك. حضرتك مش لازم تفهم التفاصيل ايه اللي بيجرى فيها، لان محدش هيقدر يفهم الكلام ده غير الاخصائي اللي في شغل المضاربة. فحضرتك عشان ما تشغلش بقى دماغك بالكلام ده، كل اللي انت هتعمله ان انت المبلغ اللي هيبقى موجود في حسابك الشهر ده نزل اهو، هتروح للبنك خدمة العملاء، انا عايز اعمل بيهم مضاربة يا جماعة، انا عايز اشغلهم في صناديق الاستثمار الفايدة اليومية. هيبتدي ان هو يحط لك، هيطلع لك عليها فايدة باليوم. طب انا مش عايز اعمل كده، انا ما بفهمش في الكلام ده ومش يمكن يضحك عليا. تعال نقول طريقة تانية. الطريقة التانية ايه؟ المبلغ اللي نزل لك حضرتك بتيجي اخر الشهر بتلاقي المبلغ اللي موجود 10 قروش اهو، هتاخدهم اشتري بيهم شهادة جديدة. اشتري بيهم شهادة جديدة. الشهادة الجديدة اللي انت اشتريتها اللي هو بقى الشهر ده، مش هتستنى لاخر السنة، هتيجي الفلوس دي اشتريت بيها شهادة جديدة، هينزل لك فايدة على الشهادة الجديدة. وبكده يبقى انت خدت الفايدة حولتها الفايدة بان انت عملت شهادة جديدة وخدت فايدة على الفايدة. يبقى انت كده وصلت ان انت تعمل عملية تعظيم للربحية اللي بتجيلك. الكلام ده احنا بنكرر بنقول لو انت مش محتاج فلوس الفوائد اللي بتجيلك، لكن لو انت بتصرف منها على بيتك واهل بيتك خلاص الموضوع منتهي. احنا بنتكلم على الناس اللي بتبقى راكنة الحاجة. فاحنا بالطريقة دي قلنا طريقتين نقدر ان احنا نعظم بيهم الفايدة بتاعتنا وناخد فوائد الفوائد بتاعت الفوائد. يا ريت يكون الكلام واضح ومفهوم، وبرضو اي استفسار هتبقى محتاجه وابعت لي على طول، قول لي الحاجة اللي انت عايز تسأل عليها وهيتم الرد عليك.
ما تنساش ان انت تشترك معايا على قناة كلام له معنى على اليوتيوب، تعمل لي اعجاب ومتابعة على صفحة كلام له معنى على الفيسبوك. اشوفكم يا رب بكل خير. جمال هاشم.